كان في ملك زمان ما كانش مبسوط في حياته، وكان على طول مكتئب وحزين. بس كان عنده خادم على طول مبتسم وفرحان، وحياته تبدو ان هي سعيدة جدا. جه الملك سأل الحكيم، قال له ليه انا حزين بالرغم ان انا ملك وبحكم مدينة كاملة وعندي فلوس كتير قوي وكل الدنيا بتخدمني ومعايا ومش مبسوط؟ وليه الخادم ده بالرغم انه انسان بسيط جدا الا انه انا كل ما اشوفه الاقيه سعيد ومبسوط والرضا باين على وشه؟ جه الحكيم قال له تعال نجرب حاجة، حط له سرة فيها 99 دينار على باب بيته، واكتب على السرة دي ان هي فيها 100 دينار. في يوم والخادم بيفتح باب بيته لقى السرة دي، فتح عد الفلوس اللي فيها لقاهم 99 دينار، بالرغم ان هي مكتوب عليها ان هي فيها 100 دينار. الخادم ده فضل طول الليل يدور على الدينار اللي ناقص، وخلى اولاده كمان يدوروا بره البيت وجوه البيت وفحطوا في الارض وقلبوا الدنيا عشان يلاقوا الدينار. وفضل طول الليل يدور ومتضايق جدا. تاني يوم الخادم ده راح للقصر، قصر الملك، ما كانش نايم وكان باين عليه الحزن والتعاسة وانه متضايق ومخنوق. جه الملك سأله، قال له مالك؟ قال له اصل انا وانا بفتح باب البيت امبارح لقيت سرة فيها 99 دينار وفي دينار ناقص، مع ان مكتوب عليها ان هي جواها 100 دينار، فانا متضايق قوي ان انا مش لاقي الدينار ده، وفضلت طول الليل انا واولادي ومراتي ندور عليه وللاسف ما لقيناهوش. انا نوران عطله، ودي مساحه امنه. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن الرضا. القصه اللي انا حكيتها دي فيها امثله كتير قوي للرضا وعدم الرضا. بكل بساطه الخادم اللي لقى قدام بيته كيس فيه 99 دينار ما بصش للفلوس اللي جاتله من السما من غير ما يشتغل ولا يتعب ولا يعمل أي مجهود، بالرغم ان هو بيشتغل في قصر الملك سنين وسنين وبيعمل مجهود كبير جدا، ومع ذلك ممكن ما يكونش بياخد المبلغ أو ما يقدرش يجمع المبلغ الكبير اللي لقاه صدفة قدام باب بيته. قعد يدور طول الليل على الدينار اللي ناقص، مع انه ممكن كان يفضل يشتغل شهور وشهور وما يجمعش تمن الدينار ده لوحده. الهدف من القصة دي ايه؟ الهدف من القصة انه الشخص ممكن يكون ربنا مديله حاجات كتيرة قوي في حياته، صحة كويسة، أولاد كويسين، زوجة طيبة، وباب رزق بيجيله كل يوم منه فلوس، وفاتح بيته وحياته مستقرة. لكن الشخص ده بيروح يدور على الحاجات اللي ناقصاه وموجودة عند ناس تانية. لما الخادم ده راح للملك وشافه قال له طب انت كان عندك 99 دينار ما اتبسطتش بيهم وبصيت للدينار الواحد ده؟ الحكيم قال للملك هكذا هي الحياة، إن محدش بيرضى باللي عنده، سواء الملك أو سواء الخادم أو الشخص البسيط. احنا ربنا مدينا حاجات كتيرة قوي في حياتنا حلوة، ممكن يبقى مدينا أهل بيحبونا وبيخافوا علينا ويتمنوا لنا أحسن حاجة في الدنيا، ممكن بنت يكون ربنا مديها جمال وتعليم وصحة، لكن ما يكونش مثلا عندها أصدقاء، ما يكونش غنية قوي.
في بنت تانية ممكن تبقى غنية جدا لكن ما تملكش ربع الجمال اللي عند البنت دي. كل واحد بيبص للتاني. ممكن شخص يكون غني جدا بس ما عندوش أسرة وبيت وعيلة واستقرار، وهكذا. الشخص التاني عنده بيت وأسرة لكن تعبان وبيفكر كل يوم ازاي يحافظ على شغله عشان يقدر يعلم ولاده تعليم كويس، يلبسهم لبس كويس، ويأكلهم أكل كويس. الرضا أهم حاجة في حياتنا، إن احنا نرضى. ليه دايما لما بتبقى الكوباية مليانة في ال3/4 دايما بنبص للربع الفاضي؟ ليه ما بنبصش إن احنا معانا كوباية مليانة لحد ال3/4؟ الرضا ده شيء مهم قوي في حياتنا. إنك تصحى الصبح تقدر تفتح عينك وتقدر تلبس وتنزل، تقف على رجلك، تروح شغلك، ده نعمة وارضى بيها. إن يكون عندك أولاد صحتهم كويسة وكويسين وبيحبوك، دي نعمة وارضى بيها. لما يكون عندك زوجة طيبة وصالحة، ارضى بيها. لما يكون عندك شغل حتى لو بمرتب بسيط، ارضى بيه. لأن ببساطة لما هترضى بحياتك ربنا هيزيدك أكتر وأكتر. لكن لما تيجي تبص لشخص تاني عنده عربية حلوة، عنده بيت حلو، بيروح في كل حتة، بيلبس أغلى اللبس، بياكل أغلى الأكل، بيروح أغلى الأماكن اللي انت عمرك مثلا لحد في فترة معينة متقدرش تروحها، تقول اشمعنى؟ طب ما هو الشخص التاني ده ممكن تكون ناقصه حاجات كتيرة قوي. ببساطة اللي أنا عايزة أقوله لكم إنه ربنا بيدينا على قد قدراتنا. بمعنى إن ممكن الشخص البسيط اللي ما عندوش إمكانيات مادية بس عنده أولاد، ممكن لو هو معاه فلوس كتيرة قوي ما ممكن يفتري، أو ممكن ما يحسش بنعمة الأولاد، بنعمة البيت، بنعمة الاستقرار. عشان كده كل واحد لازم يعرف إنه حكمة توزيع الأرزاق دي مهمة ربنا فقط، وإحنا ما علينا إن إحنا نشتغل ونبص لحياتنا برضا ونتمنى لغيرنا الخير. أنا نوران عطلة، ودي كانت مساحة آمنة.